فرحت منين جا غونار، حيت زكي كان عنده شي شويه كاركتير قاصح. سيدير كو سميتو ديما كان كيتخاصم مع اللعابه، وكان مع الاسف دونك غونار سي ان هوم بروفيسيونيل عنده ليكسبيريونس، كان مع دو غراند زيكيب افريكان، والحمد لله دار استحقاقات كبار. سيدير كو سميتو الى يو دو كوب دافريك. المدرب الزكي هو مدرب كبير، يعني احنا عرفنا شنو يعني كان عطى اللي كان عطى مع المنتخب المغربي في سنه 2004، وصل معهم حتى الفينال يعني في كاس افريقيا. يعني هذه الاقاله يعني ربما كاين شي اسباب ما معروفاش، كاينه شي حاجه يعني في تدور في الجامعه، على اساس ان الزكي يعني اقاله كيجي هذا عاوتاني ب 60 مليون، كيجي مع مساعد اللي كان يعني هذا ما كيعنيش زعما ان هذا المدرب عطى مع فرق اخرى في كاس افريقيا يعني غيوصل حتى مع المنتخب المغربي. يعني الان يعني التشكيله ديال المنتخب غتغير كامله، غادي يستدعي لاعبين جداد اللي يعني غيعاود تركيبه كامله، غيعاود ازيرو، كلشي غيتعاود ازيرو، وهذه ماشي في صالح المنتخب. الزكي ما عطاش شي قناعات، ربما بحكم ان الوقت ما كانش تساعدو ربما، وبالنسبه لرونار اللي جا والثمن اللي عطاو ربما ثمن تيفوق هذاك الشيء اللي غادي يعطاو ديجا عطاو. خويا تنظن ان هذاك مدرب كفء وغيعطي ان شاء الله الاسود، وبيني وبينك اخويا الزكي لا علاقه من تونس لهنايا ما بقيناش كنشوفوا عليه شي حاجه، ونتمناو خير في هذا المدرب الجديد. اما الزكي اخويا الماتش الاول الثاني الثالث الرابع ما عطاش، عيا ما يختار في الدراري، عيا ما يهبط مشي لهي يجي هنا، اختار الطاقم ديالو اللي معاه واختار كلشي ولقى كلشي موجود وما دار والو خويا، والله يسهل عليه ماشي فرقه اخرى. الزكي كان من احسن المدربين اللي دازوا في المنتخب من 2004، وكان شي حاجه مزيانه بالنسبه حتى المنتخب. دابا عاوتاني ملي شدوه وحقق مع اهلو المجموعه ديال كاس العالم، وعاوتاني دابا ما عرفتش علاش انا كنطرح واحد السؤال، علاش حيدوه؟ ما عرفتش علاش حيدوه. يعني الزكي بدا مع المنتخب، عرف اللعابه اللي مزيانين، خصو نورمالمون خصو يستمر معاهم، ماشي يعني انه فشل مثلا في مباراه او جوج مباريات هذاك يعني انه صافي يعني خصو يتغير. وكنظن هذا الشيء يعني دائما هذا الخواط كاين في الجامعه ودائما غيبقى، يعني جيتي تشوف سميتو دائما كيوقع تغيير في المدربين وما كاينش نتيجه، نفس السيناريو شي تعاود النتيجه ما كايناش. فمن الاحسن يعني لو كان انهم بقاو على الزكي كان ربما يقدر يعطي في سميتو في المباريات الجايين، ويبقى الزكي احسن. يعني احسن ما يجي واحد غربي حتى كما تيقولوا بسميتو ولد البلاد احسن، يعني غتعطي مثلا 60 مليون للمدرب مغربي، ماشي غتعطي لواحد اجنبي مجال غيبدا معاك ازيرو، يبدا التركيبه ويبدا كل شيء. يعني هذا الشيء كامل اهدار بالنسبه لنا للاموال غير هكاك. المدرب اللي جابوه جديد مزيان، ولكن هذيك 60 مليون كما اللي سبقوا الاخرين راه ما كيستحقاش بالنسبه لك كمدرب، حيت ماشي ما كيستحقاش كمدرب. و غتجي عاوتاني ملي غيبغيو يداروا معاه غيعطيوه كثر عاوتاني باش يتفاكوا معاه، يعني قليله كثيره على سميتو بالنسبه ليه هو كمدرب. كنفضلوا زعما مدرب وطني احسن من يكون مدرب اجنبي. بالنسبه لنا حنا كمغاربه نتمناو يكون مدرب يعني وطني احسن من يكون مدرب اجنبي. مدرب الزكي قدم شي ماتشات بين وبين، ولكن الاستقاله ديالو كانت مفاجئه شويه بالصراحه. الكره المغربيه خصها تقدم شي شويه. 10 سنوات الاخيره ما كانتش الكره المغربيه ما بان فيها والو الصراحه، بكل صراحه. ما الاستقاله ديالو كانت مفاجئه بزاف، والمدرب رونار داكشي اللي قدم مع المنتخب ما عقلش بالضبط اش من المنتخب كان معاه، قدم مستوى كان مزيان بزاف. وكنتمناو الا كان في المنتخب المغربي يرجع المنتخب كما كان ايامات 2005 2006. كانت الكره المغربيه كانت متقدمه شي شويه، وداكشي اللي كنتمناو في الصراحه. فوزنا بزاف ديال المدربين الاجانب ما دار والو، اللهم في المدرب الوطني احسن، حتى بعدا الا ما كان والو بعدا مدرب وطني. هو المدرب الاجنبي تيتكلف بزاف فهمتي، وكاين شي حوايج اللي خاصهم ديك الفلوس اللي غادي نعطيو للمدرب الاجنبي يمشيو ليها. المشكل طبيعه الحال في الجامعه، ان الجامعه يعني تغيرت، الجامعه تغير الرئيس تغير،
وجابوا الزكي على اساس باش غادي يبني منتخب، كيوقع نفس السيناريو عاوتاني، كيدوز واحد المده واحد المرحله كيتغير هو دابا كيتغير اقاله ديالو ربما بدون اسباب، يعني اسباب ما معروفه شنو هي الاقاله ديال الزكي، ويجي دابا هاد المدرب. اعتقد انه غيكون نفس السيناريو، يعني ما غتكونش نتائج، من بعد غيتم اقاله او ربما كما وقع المدربين، يعني عده مدربين اللي مروا في المنتخب المغربي كيوقع نفس السيناريو زعما، يعني حبذا لو انه بقى الزكي غيكون احسن، يعني سميتو مدرب منتخب مغربي احسن، مدرب مغربي احسن من واحد اجنبي اللي ما عارفش المنتخب المغربي وما عارفش حتى البطوله الوطنيه، حتى اللاعبين اللي مزيانين في البطوله الوطنيه ما عارفهمش، يعني غيبدا داك الشيء ازيرو، وهذا الشيء ماشي في صالح المنتخب المغربي. بالنسبه للمؤثر الوطني يكون احسن، الا كنعرفوه وعارفين بانه كفاءه ويقدر يعطي من هنا لقدام، من 2020 ان شاء الله ل 2022 يعني يكون صامغ، يكون الامور ان شاء الله مزيانه، نتمنوا الخير للمنتخب الوطني وكافه المغاربه ان شاء الله.